هتخسر فلوسك واستثماراتك لو عملت 5 حاجات دول. انا دكتور اميجريشن، والنهارده هنتكلم على اكتر 5 اخطاء بيقع فيهم المستثمرين وخاصه وهم بيشتغلوا بمجال الفرنشايز. الخطا رقم 1 ان حضرتك ما بتفهمش طبيعه عمل البيزنس اللي انت هتعمله او الفرنشايز اللي انت هتتعامل معاه. لازم تبقى فاهمه كويس جدا، ولازم كمان يبقى متوافق مع شخصيتك. الحاجه الثانيه ان ما يبقاش معاك بادجت تكفي 6 شهور من اكسبنسز الفرع او المكان اللي حضرتك هتفتحه. الحاجه الثالثه تجاهل الاستشارات من الخبراء. طبعا في كتير من المستشارين بيطلبوا تكلفه للاستشاره، وكتير من الناس بيحبوا يوفروا التكلفه ديت، ولكن حابب اقول لك ان الاستشاره هتوفر عليك آلاف اليوروهات، وهتوفر عليك وقت ومجهود واحتمال خساره او ريسك محتمل. رقم 4 عدم التاكد من الاوراق القانونيه للفرنشايز والتسجيلات والتصاريح الخاصه بالفرنشايز. رقم 5 ودي مهمه جدا، وهي توقع المكسب بس وعدم وضع احتمال للخساره، وعدم وضع اكزيت بلان او خطه خروج من البيزنس لا قدر الله وحصل اي مشكله. ال5 نقاط دول لو تجنبتهم تاكد ان البيزنس بتاعك والاستثمار بتاعك هيحقق لك البروفيتس اللي انت عايزها، وهيحقق لك العائد والاهداف منه. لو استفدت من المعلومات ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتشير الحلقه معاك. مع دكتور اميجريشن هتجيلك الفرص لحد عندك وانت موجود في مكانك.